لك الحمد يا رباه والشكر والثناء على نعمة التوحيد يا خير مرشدي. هي النعمة العظمى فكن متمسكا أيا عبد بالدين القويم الممهد، مجلا لكل الصحب يا صاح صادقا، فإن لم تجد نصا فبالقوم فاقتدي. أولئك أخيار على الخير نهجهم، قد استمسكوا بالدين شرعي محمد، وما تابع الأهواء أو راكبوا ردى، ومن نالهم بالسوء غير مسدد. وقد تابعت نهج الصحابات زمرة، فسارت على النهج القويم المسدد. ففي يوم عاشوراء يشرع صومه لشكر الإله الخالق المتفرد، على ناصره موسى وإغراق خصمه، فقد صح هذا في حديث مؤكد. ولكن أهل المين في يوم عاشر ينادون غير الله دون تردد، وفي ذلك اليوم المبارك قد أتوا بمنكر أقوال وفعل مفند، وإيذاء أجساد وضرب صدورهم، وكم شج من رأس بسيف مهند. وقد خالفوا نقلا وعقلا وفطرة، وما فعلهم هذا بفعل موحد. وليس لإحداث الأسافيل حجة، فجانبه واحذر أن تحاسب في غد. وقابل شر القوم بالشر زمرة، تقرر أفراحا تقام بمشهد. طريقان ما سار على نهج شرعنا وأتباعه الأسلاف أهل التجرد، فحق علينا الشكر للمنعم الذي يجازي على الشكران أهل التعبد. لك الحمد يا رباه والشكر والثناء على نعمة التوحيد يا خير مرشدي. هي النعمة العظمى فكن متمسكا أيا عابد بالدين القويم الممهد. هي النعمة العظمى فكن متمسكا أيا عابد بالدين القويم الممهد.